صاحبي. ما انت كنت معايا في العربيه يا عم وانا كنت لوحدي. ايه يا سمير حبيبي؟ بص يا صاحبي، انا والله كنت مزنوق كده في قرشين وكنت هتقل عليك، بس معلش. واحد يا اخويا والله. عارف اللي عندك حبيبي. سلام. طب يا صاحبي انا كنت عايز منك 500 جنيه برضه، انا اعمل ايه؟ انا كمان برضه مش فاهم. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. يا عم اتصرف. طيب انا مزنوق فيهم يا عم. ايوه طب انا اعمل ايه انا كمان برضه يا عم؟ طب انا يعني مش فاهم برضه، انا المفروض اتصرف ازاي؟ طيب يا صاحبي انا ما اتاخرش عليك برضه. في ايه يا عمر؟ صوتك عالي ليه؟ بقول لك ايه، انا مش ناقصك، سيبيني في حالي. قول لي في ايه يمكن اساعدك. يا ستي متشكر، مش عايز اي مساعده. هي العربيه حصل لها حاجه؟ لا ما حصلهاش حاجه. طب انا هقول لبابا بقى وهو يشوف القصه دي. لا بص استني، العربيه اتخبطت ومحتاجه 5000 جنيه عشان تتصلح. لو ليا غلاوه عندك بس ما تقوليش لبابا لحد ما اتصرف. طب استنى. ايه يا احمد؟ امسك. جبتهم منين دول؟ حوشهم من مصروفي، خد صلح بيهم العربيه بسرعه قبل ما ابوك يجي. لا انا مش عايزهم ومش هاخدهم منك، انا هتصرف. يا عم مش مشكله، اتصرف بعدين. خد حل المشكله دلوقتي وابقى ردهم لما تعرف تتصرف. يا عم ما تتنحش، خدهم بسرعه قبل ما ابوك يجي. طيب وانت هتقولي له ايه؟ ما تقلقش انا هتصرف، بس انت ما تتاخرش.